كتير قوي بتتكلمنا عن في ناس مش عارفة تعيش بسبب ناس سابتها، تعبانة جدا، متدمرين جدا بسبب ان في ارتباط ما كملش او علاقة حب ما كملتش. عايز اكلمك النهاردة عن فكرة التعلق. الحب دايما درجات. ابتدي الاول كده بانك انت تبقى في مشاعر، تحس ان اللي قدامك ده انت شبهك في حاجات. تبدأ بعد كده العاطفة تكتر أكتر، تبدأ تحلم معاه إن الشخص ده يكون شريك لحياتك. تبدأ العاطفة تكبر أكتر، وإن شريك الحياة ده يبدأ تبنوا مع بعض حاجات كتير جدا لحد ما توصل لمرحلة خطيرة جدا، وأحيانا توصل مرحلة مرضية. هي فكرة التعلق، إن أنا متعلق بالشخص ده، وإن لولا الشخص ده أنا مش هقدر أعيش في حياتي. أنا مش هقدر أفرح، مش هقدر أنبسط، مش هقدر أخدم، مش هقدر أنام، مش هقدر أصحى، مش هقدر أشرب، مش هقدر آكل، مش هقدر. أنا الشخص ده لازم يكون موجود في حياتي. وخصوصا لو أنت يعني وقعت مع أشخاص نرجسية، أو زي ما بنقول اليومين دول فكرة الشخصية التوكسيك، إن الشخص ده يمتلكك بكل المقاييس، يمتلك أفكارك، يمتلك مبادئك، يمتلك ضحكتك وابتسامتك، يمتلك حركتك، هو يمتلكك طول الوقت. هو مش بيمتلكك عشان بيحبك. خلي بالك في نقطة مهمة قوي، في حد بيبقى خايف عليك، فهو بيبقى زي يعني عينه دايما عليك، بس سايبك بحريتك، اعمل انت عايزه، بس وانا جنبك وانا معاك وانا سندك. ده شخصية كويسة. لكن في شخص تاني يبقى بيمتلك انك ما تعملش ده غير بيا، ما تعملش ده طول ما انا مش عايزه. فانت تبدأ عشان بتحبه يبدأ معاك فكرة التعلق. طب انا اعرف منين اني بدأت اخش في مرحلة ان انا متعلق؟ بصوا، رأيي يعني بسيط، ممكن يكون مختلف شوية او دكاترة نفسيين يقولوا فيها اكتر. يعني اول ما تبدأ تتنازل عن حاجة بتحبها مش غلط فيك. يعني انا مثلا بحب اعمل عمل معين، العمل ده بتنازل فيه عشان الشخص ده يكون مبسوط، انت هنا بدأت تبقى مريض وهتتعب، لان الشخص ده سابك اهو دلوقتي. فانت بتعمل ايه؟ انت لا عارف تعيش حياتك اللي كنت عايشها قبل كده، ولا عارف تعمل الاعمال اللي انت كنت تعملها قبل كده، ولا عارف انك انت تبقى فرحان وسط الحياة اللي انت كنت فيها قبل كده. يعني ياما رسائل، ده فعلا حقيقي، ياما رسائل بتجيني انا ما كنتش كده يا ابوي، انا كنت حد منطلق، انا كنت شخصية منطلقة جدا، انا كان لي علاقات كتير كويسة، وكنت محترمة، وكنت محترم جدا، انا بتعامل مع كل الناس، بس لما الشخص ده دخل حياتي انا قطعت علاقتي بكل الناس، قطعت علاقتي بخدمتي، قطعت علاقتي بالحاجة اللي بحبها، قطعت علاقتي بمواهبي، بقيت حياتي ال 24 ساعة هو الشخص ده. فجي الشخص ده في يوم من الايام سابك وسابك، فيحصل لي حالة ايه؟ تلاقي نفسك، يعني اللي انا هقوله ده كتير وقعنا فيه ويوجع على فكرة. تلاقي بنقول شوية جمل، يعني صدقني وانا عايز اطلعها بفتكر نفسي في اوقات انا كنت متعلق بشخصيات، او انت تتعلق بحد بتحبه لدرجة انك انت ممكن تذل نفسك، تفضل تقول له ابوس ايدك متسيبنيش، ابوس رجلك خليك جنبي، طب شوف انت عاوز ايه وانا اعمله لك، شوف انت نفسك في ايه وانا اقدمه لك، طب خلاص مش هعمل كده تاني، اخر مرة، طب هو انت عملت ايه؟ معرفش عملت ايه، بس انا الشخص ده هيسيبني. فتبدأ تتذل، تبدأ تذل روحك عشان الشخص ده يفضل موجود. والشخص ده ممكن يعمل لك ايه بقى؟ يرفض حتى طريقة ذلك دي، يقول لك لا، يعني لا، الموضوع انتهى. تلاقيه يعمل لك بلوك، تلاقيه يوريك قد ايه ان هو مبسوط، تشوفه عايش عادي وانت متألم، شوفه بيخرج وانت محبوس في اوضه، شوفه بيخدم، على فكره ممكن يبقى خادم، ودي اسوأ اشخاص ممكن تقابلهم في حياتك، مؤذيه في العلاقات، ان شخص يكون روحي يعني يبقى خادم، تلاقيه يروح مؤتمر بس انت مذلول، تفضل تكلمه طول الوقت، ارجوك عشان خاطري انا مش عارف اعمل حاجه من غيرك، بعدين لما اخلص اللي عندي، ويخدم ويتكلم عن ربنا
وهو أذيك نفسيا، معلقك بيه، فيفضل يقول لك ايه؟ بعدين. كلمة بعدين دي ايه؟ علقك. فانت تعملي ايه؟ او انت تعملي ايه؟ اللي انت عايزه. حاضر. طب تحب اعمل؟ طب انت هتكلمني تاني؟ طب انت هتشوفني تاني؟ طب انت هتسمعني تاني؟ يبدأ يعمل لك بلوك. تفضل تعمل ايه؟ تبدأ تراقبه طول الوقت، تبدأ تخش في مرحلة المراقبة. يا ترى عمل لايك لمين؟ يا ترى دخل على الفيس؟ يا ترى اتكلم في الواتس؟ يا ترى عمل كذا؟ يا ترى سوى كذا؟ يا ترى هو راح النهارده الكنيسة؟ هو راح النهارده الشغل؟ هو نزل النهارده من البيت؟ هو بياكل ايه؟ تفضل تسأل اللي حواليه هو كويس؟ وانت او انتي، انا اسف الكلمه اللي اقولها يعني، بس انا بقول لك الكلام اللي انا شعرت بيه وقت تعلقي. مرمي، شخص مرمي متجنب، قاعد على جنب، انت على جنب، و استناني، متتحركش من هنا حتى، متتحركش من هنا، ما تعملش حاجه غير لما انا افوق من اللي انا فيه، لما اهدى الاول. انا وانا بتكلم الكلام ده متضايق على فكره بامانه، لان انا شفته في نفسي في اوقات، او بحس اني ليه انت عملت في نفسك كده؟ في آية كده في الكتاب المقدس قالوها اليهود للمسيح، قالوا إلى متى تعلق أنفسنا؟ راح قالوا له يعني إن كنت أنت المسيح فقل لنا، أنت معلقنا ليه؟ قال لهم أنا ما علقتكوش في حاجة، أنا عمال أعمل لكم معجزات أنا ما علقتكوش في حاجة. فكرة التعلق كانت فكرة حلوة على فكرة مع ربنا، يعني يقول لك كتاب كده تعلق بيه فإيه بقى؟ فينجيه. أي شخص أنت متعلق بيه لو ما نجكش من اللي أنت فيه يبقى أنت مريض بيه. أنا ممكن أتعلق بشخص بس التعلق ده مبقاش مرضي، أبقى فرحان وأنا متعلق فيه، أنا متعلق في الشخص ده قوي، يعني الشخص ده بينجيني. يعني بينجيني، بيرفعني، بيدعمني، بيخليني أحسن، بيخليني مبسوط، خليني فرحان. يعني أنا دايما بيكلموني بصراحة، أول ما يقولوا لي يا أبونا بنتك بقت على وش جواز، فيلاقوني اتضايقت شوية. ايه اوعى حد يكلم ابونا على جواز بنته، ده بيتجنن. اقول لهم كلمه واحده، اقول لهم انا يوم ما بنتي تيجي او هي مخطوبه ولا حزينه ولا قاعده كئيبه، انا مش هسامح الشخص ده اكمل معاه المشوار، هقطع العلاقه دي بكل المقاييس، هعافر ان اقطع العلاقه. ليه؟ لان انا مديله بنتي طاقة، مديله بنتي فيها قوة، مديله بنتي فيها إبداع، مديله بنتي فيها تعليم، مديله بنتي فيها فرح. فأنت النهاردة عشان أنت شخص مريض بذاتك، وشخص مريض بنفسك، وشخص مريض إنك أنت تبقى الأفضل طول الوقت، فتخليها كئيبة، آسف، حتى لو هتديها مال قارون أنت مرفوض بالنسبة لي. أنا عاوز الشخص اللي ياخد بنتي في يوم من الأيام يبقى شخص ممكن بنتي تتعلق بيه، بس يدعمها لقدام، يفتح مخها على أمور الحياة أفضل، يخليها في شغلها أنجح، يخليها في علاقتها مع الله أفضل، يحطها في أمور أفضل وأفضل وهي متعلقة بيه. طب ما بنتي متعلقة بيه لكن مش مريضة بيه. طب ما أنا متعلق، بيقول لك إيه؟ أنا مريض حبا، أنا بحبك يا رب، لكن أنا مش، الله نفسه اداك الحرية إنك تتعامل. قال له أنا اديتك طريقين. يعني أقول لكم على موقف، لما راجل بتاع كرة الجدرين ده، أنا بحب القصة دي، وربنا شفاه اللاجئ اللي كان عليه، قال له أنا اتعلقت بيك، أنا ماسك فيك، أنا همشي وراك. قال له لا، أنا التعلق بتاعي مش كده. أمال إيه؟ اذهب خبر كم صنع الله بك، أنا مديك حرية، اتكلم عني بس وأنت معايا. ده التعلق الصحيح. لكن التعلق المرضي إن الشخص يقول لك ما تعملش حاجة غير بيا، وأنت يا عيني تقول له حاضر. وسط كل اللي أنا بقوله لك ده، قبل ما أنا أكون شاعر بيك إنك متألم من علاقة، أنت يعني لو أنت مسكت موبايلك دلوقتي وبصيت كده ولقيت نفسك قد إيه كنت مذلول في بعض الرسائل، مذلول،
عشان الشخص ده يرن لك رنة، ولا يعمل لك يقول لك أوك، ولا يقابلك ولا بتاع. مذلول، وخدت كل حاجة بالذل، وخدت حب بالذل، وخدت حضن بالذل، وخدت قعدة بالذل، وخدت كل حاجة بالذل، كل حاجة خدتها بالذل. عايز اقول لك حل ازاي تخفف حملك من فكرة التعلق المرضي باشخاص انت بتحبهم. مش بقول لك انك بتكرههم، للاسف بتحبهم. مش هقول لك هم بيحبوك ولا لا، بس معرفش، بس للاسف انت بتحبهم. اول حاجة، الدنيا بتقفش على حد، هتقدر تكمل. اقول لك على حاجة، هم حبوك لانك مميز، لقوا فيك حاجة تشبعهم، ودي لازم تركز فيها كويس قوي 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 قوي. الناس دي ما حبوكش فضلا، يعني يلا تعالى احبك، لا، انت تميزت وكنت صح قوي وكنت حلو قوي، فهم حبوك، بس للأسف استزنفوك. يعني ايه؟ بقى في استنزاف. هم قعدوا ياخدوا منك كل الحلو. فلازم تعرف اول حاجة ان الدنيا مش هتقف على حد، انت هتقدر تكمل. تاني حاجة، فاكر لما كنت بتقول انا هموت من بعدك؟ انت مموتش، انت مموتش، بالعكس، انت لسه في نفس ولسه في حياة، وانت تقدر وانت تقدري تكملي مسيرة حياتك بقوة. انت مموتش، ما تموتش نفسك بكلمة انا من غيرك هموت، لا، انا اقدر اعيش. تالت حاجة تقدر تعملها عشان تهرب من التعلق، الذكريات، الميموري. عارفين اصعب حاجة ممكن تمر عليا انا شخصيا ايه ساعات؟ ان الفيسبوك يطلع لي ميموري مثلا من سنة ولا 2، وبلاقي صورة مع شخص كان بينا كل خير، كل حب، كل اهتمام. فجأة الشخص ده مبقاش موجود، مش انه راح السما، لا، مش موجود في حياتي. وان الشخص ده بقى خلاص، يعني هو رفضني وانا متعلق بيه او متعلق بيه. اصعب حاجة الميموري. ارجوك امسح كل شات فيه ذكريات او صور. اوعى تفتكر الموضوع ده قليل، لا مش قليل، هو صعب على فكرة انك تبص على صورة انسان كنت بتحبه او انسانة كنت بتحبها وتلغي تعمل ديليت. دي صعبة لكن مطلوبة، مرغوبة جدا جدا جدا. متقدرش تدور على الشات اللي كان فيه كلام بينكم حلو، لان وسط الكلام الحلو هتلاقي كلام انت اتذلت فيه واتهنت فيه واتجرحت فيه واتقل منك قوي واتقل من كرامتك قوي واتقل جامد. امسح ارجوك، اعملي ديليت للمشاعر جواكي، والحاجة كمان اللي في ايدك، الذكريات اللي في ايدك. حاجة كمان، ارجوكي وارجوك ما تعيش على كلام الاغاني اللي هو هيجيلي وهيرجع لي وهيركع لي وانا موجود وانا واللي قادرة والكلام الكبير ده. ولا حد هيرجع لك، ولا حد يقول لك انا اسف انا كنت فعلا مغفل. على فكرة معلش، بطلع انا في الاخر انا المغفل اللي مستني ان القاسي جدا واللي قلبه ناشف وملوش علاقة بالله مستني يقول لي انا جرحتك. ارجوك ما تنتظرش. في آية في المزمور حلوة قوي قالها داود، رقة، بيقول لك يعني بحث قلبي عن الرقة فلم أجد. ما تدورش على حد من اللي سابك او اللي انت بتتعلق بيه وسابك انه يرجع لك تاني. وعلى فكرة لو رجع لك تاني بعد كل كمية الاهانات اللي انت متهانها واللي انت متهانها، يبقى انا اسف، يعني انا اسف. انت بتذل نفسك اكتر او بتهين نفسك اكتر. ما تستناش حاجة.
لكن اقول لك تستنى ايه واختم معاك؟ استنى نفسك قوي، استنى نفسك قوية. خش في علاقات جديدة، خش في الجروب جوه كنيسة، خش في جروب جوه شغل، انطلق اكتر، اعمل عمل كبير، دور على مواهبك واشتغل عليها. لو انت واحد بتحب الموسيقى تعلم اكتر، تحب الفن تعلم فن، تحب الرسم، تحب المسرح، تحب البرزنتيشن، تحب شغل الكمبيوتر، بتحب قراية، اي شيء بتحبه اشتغل عليه. ارجع زي ما كنت، ارجع شخص منطلق. كل واحد حبك وانت اتعلقت بيه وكسرك وذلك وتعبك كنت انت قبله منطلق، كنت قبله فرحان. خفف حملك وشيل الميموري، خفف حملك وانسى ان في حد ممكن يرجع لك وتعيش اغنية مش حقيقية. خفف حملك وانك تخش وسط علاقات اكتر وتدور على نفسك اكتر وتنتهج اكتر وتخش في علاقة مع الله. قرب من ربنا قوي، قرب كمان اكتر، خليه يشفيك من التعلقات المرضية، خليه يشفيك من الجرح الكبير، خليه يشفيك من الكلمات اللي انت النهاردة مش قادر تنام بسببها، خليه يشفيك بسبب انك انت النهاردة ممكن تشم ريحة في الجو تفتكر اللي اذاك او وجعك او رماك او سابك. خليه يشفيك من الامر ده. قرب من ربنا اكتر، تعلق بيه فأنجيه. لو انت عايز تعلق حقيقي يشفيك، تعلق بالله يشفيك من التعلق المرضي اللي انا وانت وقعنا نفسنا فيه. وخفف حملك. ربنا معاكم.